السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وافضل حال يا رب. النهارده هنعمل مع بعض فراخ شوايه كده في الفرن، بطريقه سهله وجميله جدا، ما عملتهاش معاكم قبل كده، فقلت هصورها معاكم. انا الفراخ دي هغسلها. تمام، اول حاجه الفراخ هغسلها و هنقعها كده شويه وهي مغسوله، وبعد كده آه، يعني هقول لكم بقى هنعمل ايه التتبيله بتاعتها وكده. بصوا، انا بحب اغسلها جدا بالدقيق، بحط عليها دقيق عشان تنضف كويس قوي، وبحط عليها كمان ليمون، بس ما نكترش برضو، لان ايه، بحس ان الليمون والخل، يعني ما بحبش ان انا اغسلها بخل قوي، بحس ان الخل اصلا بيزود الزفاره بتاعه الفراخ. انا بس بحط دقيق وليمون وشويه ملح. تمام، هنحط بقى عليهم كده كوبايه ميه، وهبدا بقى ان انا ايه، اغسلها كده من كل الاتجاهات، وبسيبها منقوعه كده في الخليط ده. تمام، لمدة ساعة ساعتين زي ما تحبي يعني. طبعا انا غسلاها قبلها من جوه ومنضفاها كويس قوي، بس الطريقة دي بتخلي الفراخ، وبالذات لو انت تعملها شوربة، بتخلي الشوربة بتاعتها طعمها حلو قوي، وبتبقى الفراخ نظيفة. يعني انا بحب اغسل جدا بالدقيق. هسيبها بقى منقوعة كده ساعة، وهرجع لكم تاني. بصوا يا جماعه، معايا هنا كده الفرخه اهي. انا سلقتها لان انا كنت عايزاها نص سلقه، علشان اقدر ان انا وانا بتبلها واحطها في الفرن ما تبقاش معايا ناشفه قوي. فانا سلقتها كده نص سلقه. مش عارفه هي طالعه في الكاميرا سودا ليه او غامقه. اهي كده يا جماعه، شايفين شكلها؟ ده كده بالنسبه للفرخه بتاعتي. معايا هنا بقى كده البهارات. انا معايا توم مفروم، ملح وفلفل وشطه. تمام، ده كده طبعا الفلفل الاسود، توم باودر، بصل باودر، والسبع بهارات، وتوم مفروم. تمام، لو في كاري عندك حط كاري، بس انا ما كانش عندي كاري وقتها. هبدا ان انا اضيف البهارات كلها كده معايا على الفراخ زي ما انتم شايفين كده. وطبعا لازم يكون في ماده سايله، او في هي لو فراخ مشويه على طول كده على الفحم، احنا ممكن ايه، لو هي مش مسلوقه احنا بنحط زبادي، لكن هي مسلوقه اصلا. في ناس بتحط خل، انا ما بحبش احط خل، لان بحس ان الخل زي ما قلت لكم بيزود الزفاره بتاعه الفراخ. فانا مش هبقى غسلاها كويس يعني، وحط عليها دقيق والكلام ده كله، عشان في الاخر هحط عليها خل. لا، انا بس بحط كده ايه، شويه زيت. تمام، وبدعكها كويس جدا بالزيت، وبسيبها في التتبيله دي كده، يعني قبل ما اطبخها بيوم. يعني هي تفضل في التتبيله دي يوم. ده كده شكلها تاني يوم اهو، التتبيله ظاهره فيها، واضحه فيها جدا. هبدا بقى ان انا اجيب معايا طبق كده، ويكون فيه معلقتين كبار من الصلصه او 3 معالق، وبضيف عليهم معلقتين صغيرين من السكر. دي الطبق اللي انا هحطها فوق الوش، اللي هدهن بيها الفراخ، علشان تاخد الوش الجميل بتاعنا اللي هو المتحمر الحلو ده. وهضيف عليها كمان ممكن شويه ملح وشويه فلفل وزيت. تمام، وممكن شويه شطه للناس اللي بتحب الحاجه سبايسي شويه. ببدا ان انا اقلب كل ده ببعضه كده. ده شكله كده خلاص. بعد ما مزجناهم كلهم ببعض، هنقلبهم بقى كده بعد ما نحط شويه الزيت، وهنقلب وهندهن بقى بفرشه سيليكون الفراخ من كل حته، وندخلها الفرن على درجه حراره 180 كده في النص، فوق الشوايه بشويه، يعني في نص الفرن بالظبط. او ممكن نحطها على السيخ اللي هو اللي بيبقى بيلف في قلب الفرن ده. يعني انا عملت كده المره دي، وطلعت مستويه اكتر من كل مره. ده بيكون القوام بتاعها. مش عايزينه برضو يكون خفيف قوي، علشان ما تقعش مننا في الفرن وتتحروق يعني. دي الفرشه بقى، وهبدا ان انا اخدها كده من الجنبين، وهدهن بقى كده، او بنعمل لها مساج بس كده فوق التتبيله. بنحاول ان احنا ما نحركش برضو التتبيله من مكانها، علشان طعم الفراخ ما يروحش منها.
بدهنها كويس قوي من غير ما احرك الطبقه اللي احنا حاطينها، تمام، اللي هي متبله قبلها بيوم زي ما قلت لكم. ده كده شكلها في الاخر بعد ما تبلتها من كل حته. وده شكلها بعد ما طلعت من الفرن. انا بس نسيت ان انا اصورها لكم قبل ما تدخل الفرن، او بعد، قصدي سوري، ما طلعت من الفرن، بس صورتها في طبق. نسيت ان انا يعني اخدتها صوره وما صورتهاش فيديو. بتكون زي ما انتم شايفين كده، اخده اللون الاحمر من فوق الوش. يعني ممكن وانتوا بتطلعوها تحسوا ان هي محروقه، بس هي طعمها مش بيبقى كده، يعني هي بس الصلصه لما بتتحمر او بتتشوي على نار بتدي اللون ده. ويا سلام بقى لو احنا قطعنا في الخلطه دي كمان فصين توم، بتبقى طعمها تحفه. كل واحد بقى وعلى حسب ذوقه وعلى حسب ما بيحب. بتبقى الفراخ مستويه جدا جدا جدا، وطعم التتبيله لما بتبات تاني يوم. اللي عايزه اقول لكم ان طبعا هو احنا عارفين ان الصدور يعني حتى لو تبلناها بتبقى التتبيله مش واصله لجوه. عايزه اقول لكم ان الفراخ دي كانت التتبيله واصله لحد جوه. عملت جنبها بقى كده طاجن ملوخيه بالطشه الفظيعه، الملوخيه الخضراء زي ما انتم شايفين كده. هعملها معاكم في فيديو هقول لكم سر الخضار بتاعها بيبقى ايه. كانت احلى اكله فراخ بالملوخيه طبعا، اللي معروفه من واحنا صغيرين. كلنا بنموت في الاكله دي. هعمل معاكم الملوخيه كده في فيديو تاني، وهوريكم سر الخضار بتاعها والقوام بتاعها الممتاز ده ايه. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديده. ومع الف سلامه.